السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى في فيديو جديد وفي القناة. اليوم غنشارك معكم تشيز كيك بالرمان. باقي الوقت دابا ديال الرمان نحضروا هكا تشيز كيك كيجي رائع. نستغلوا الفواكه الموسمية ونحضروا بها هكا هاد تشيز كيك. بسم الله. هنا كنحتاجو 2 علب ديال البسكوي. انا اخترت هاد الشكل ديال البسكوي. نطحنو البسكوي مزيان. جا هاد التشيز كيك جا غزال. نحضروه هكا للوليدات والعائله، بالخصوص الوليدات كيكون عزيز عليهم هاد الشكل ديال التشيز كيك اللي فيه بسكوي. ساهل في التحضير ديالو. كي قلت لكم استغلوا الفواكه الموسميه، نحضروا بها هكا وصفات. هنا درت 3 المعالق ديال الزبده اللي ذوبت. كندخلو هذيك الزبده في البسكوي. هنا زدت المعلقه الثالثه. كي قلت لكم اي نوع من البسكوي بغيتو ديروه. انا درت هذا الشكل ديال الصابلي كيعطي واحد المذاق غزال. صافي كي قلت لكم ندخلوا هذيك الزبده في هذا البسكوي اللي طحنا. ساهل في التحضير ديالها. صافي هنا من بعد ما دخلت هذيك الزبده في البسكوي هالشكل نحطوها في مول، اي مول عندكم، اما مربع اما دائري. وإلا ما بغيتوش الزبده ديروا ياغورت جمعوا به هاد البسكوي اللي طحنا. صافي هنا كنلبسوا هاد البسكوي لهاد المول المربع. كي قلت لكم اي مول عندكم، ممكن ديروا المول الدائري ولا هذا هكا المربع ولا داك السيركل ديك الدائره، كتكون اما دائريه ولا مربعه. صافي كنضغطوا عليه مزيان باش الا حطينا الكريمه من الفوق ما يطلعش لينا البسكوي، يبقى شاد في راسو. الطبقه الاولى ديال البسكوي. بالنسبه لهاد الشيز كيك ساهل في التحضير ديالو، حتى ديك الكريمه اللي غادي نحضر معكم سهله واقتصاديه وفي متناول الجميع. هنا راه كنحاول كاع الوصفات اللي كنشارك معكم يكونوا في متناول الجميع وبساط. هنا كنشد الكريمه اللي غادي نحضر فيها. كنحتاج نسيترو ديال الحليب، 3 المعالق كبار ديال السكر سنيده، و3 المعالق كبار ديال النشا، والساشي ديال الفاني كنسمو بها الكريمه. الا بغيتو تنقصوا السكر ديروا 2 معالق السكر على حسب الذوق. كنخلط مزيان وكنردها فوق النار حتى تتعقد. كنبقى نحرك مزيان دغيا كتحضر هاد الكريمه هالشكل ديالها. من بعد كنطفيو النار وكنزيدو ياغورت. هاد النوعيه اللي درت تيكون المذاق ديال بحال الفرماج. راه ياغورت هو اللي تيزيد تيتعقد لينا الكريمه فاش كنزيدوه. من بعد كنزيد 3 القطع ديال الشوكولاته البيضاء. بالنسبه للشوكولات اختياري، ممكن تزيدوه ممكن تستغناو عليه. وكنحرك مزيان الكريمه. كندخلو هذاك ياغورت والشوكولات وكتعقد لينا الكريمه. شو الشكل ديالها كي ولات عاقده. باش الا كبيناها كطبقه ثانيه كتثبت لينا على البسكوي. صافي هنا كنكبوها على البسكوي. بالنسبه للكريمه راه جات عاقده وسهله في التحضير ديالها، المكونات بسيطه. صافي هنا كنخبطوا بهذه الطريقه باش تثبت لينا الكريمه على البسكوي. وكنخليو على جنب بما تبرد لينا الكريمه. وكندوزو نحضروا الطبقه الثالثه اللي فيها كاس ديال عصير ديال البرتقال.
والفلون ديال الفريز ومعلقه ديال السكر سنيده. صافي كنحركوهم مزيان، عاد كنحطوهم فوق النار. هي كتطلع الغليه وكنطفيو على هاد الخليط اللي درنا ديال الفلون وكاس ديال العصير ديال البرتقال. صافي هنا تطلع الغليه كنطفيو على النار وكنخليوه حتى تيبرد. صافي هنا كندير الرمان فوق الكريمه، عاد كنزيد هذاك الخليط ديال الفلون والبرتقال باش كيتبت هذاك الرمان فوق الكريمه الثانيه اللي درنا، وكنزيدوا هذا الخليط حتى تيبرد. عاد كنزيدوه. تشيز كيك ديالنا هو وجد. بالصحه والراحه. نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد.